هناك رواية أنه مما احتج به عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر، في الإذن بفتح مصر، هذا الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه. يقول عمرو: يا أمير المؤمنين، هل سمعت من أبي ذر ما سمع من رسول الله؟ فقال عمر: إلي بأبي ذر، ماذا سمعت يا أبا ذر في أمر مصر؟ فقال أبو ذر: سمعت رسول الله يقول: ستفتح عليكم مصر إلى آخر الحديث. يقول عمرو: فأطرق عمر ووضع رأسه بين يديه يفكر، فعاجلته، أسرعت إليه بسرعة: يا أمير المؤمنين، أتأبى أن تتحقق نبوءة رسول الله على يديك؟ ائذن لي بفتح مصر. ستفتح عليكم مصر. باب من أبواب الإعجاز النبوي. والإعجاز عند النبي إما إعجاز غيبي وإما إعجاز علمي بمعرفتنا هذه الأيام. الإعجاز الغيبي أن يعلم الله عز وجل نبيه بأمر سيكون في الغيب في المستقبل، فيخبرنا به النبي فيقع هذا الأمر، وهذا الذي بين أيدينا من هذا الباب. ستفتح عليكم مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، والقيراط هو مقياس لا يذكر في أي مكان في الدنيا إلا في مصر، وهذا من باب الإعجاز العلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر أي القطر، البلد، مصر يعني البلد. فالنبي يقول: ستفتح عليكم مصر، يعني بلد. طب أي بلد؟ أي بلد يا رسول الله؟ أي مصر يا رسول الله؟ فيقيد النبي أن هذا المصر يذكر فيه القيراط. من أين علم النبي أنه لا يوجد أرض في الكون يذكر فيها القيراط إلا هذه الأرض؟ إعجاز من النبوة. فإذا فتحتموها، النبي يخاطب من؟ ستفتح عليكم، الضمير هنا لمن؟ فإذا فتحتموها، النبي يخاطب المسلمين، النبي يكلم المسلمين الذين سيفتحون مصر والذين يوجدون في حاضر النبي أو في المستقبل. فأحسنوا إلى أهلها. فأحسنوا فعل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر من النبي عند جمهور الأصوليين يقتضي الوجوب، وعند البعض يقتضي الندب كالأحناف. أما عند الجمهور فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب، والصارف الذي يصرف أمر رسول الله من الوجوب إلى الندب هو عدم الاستطاعة. إذا لم تستطع أن تأتي بأمر رسول الله انتقل من الوجوب إلى الندب. أما إذا كنت تستطيع أن تفعل أمر رسول الله فهو واجب عليك أن تفعله. ودليل العلماء في الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب في عدم الاستطاعة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي بألفاظ عدة منتهاها وإجمالها: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالاستطاعة هنا مقيدة أو مصروفة صارفة الأمر من الوجوب إلى الندب بهذا الحديث من رسول الله. إذن فواجب على كل مسلم
واجب على كل مسلم إذا فتحت مصر أن يحسن إلى أهلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحد أبناء الملك فيصل رحمه الله، وكان كثير الإغداق على مصر، كان يعطي مصر بلا حساب، فلامه أحد المستشارين لام الملك فيصل: لماذا تغدق على مصر هذا الإغداق؟ فقال فيصل رحمه الله: والله ما أغدق على مصر إلا إنفاذا لوصية رسول الله، فأحسنوا إلى أهلها وما أحسن إليهم إلا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت هذا الملك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون قد حط رحله في الجنة، من الناس يرعى هذه الوصية لرسول الله الآن؟ نحن أهل مصر من المسلمين، خطاب النبي إلينا، فخطاب النبي للمسلمين جميعا، ونحن من المسلمين، فأصبحنا من الداخلين في خطاب النبي، أصبح فأحسنوا إلى أهلها نحن مخاطبون به. هل يحسن بعضنا إلى بعض؟ هل يحسن بعضنا إلى بعض؟ نعم، نحسن بعضنا إلى بعض. أنتم تحسنون إلي لأني شيخكم أو أني الإمام أو هذا جارك أو هذا قريبك أو هذا صديقك. هذه أسباب الإحسان التي يحسن بها بعضنا إلى بعض. من منا فكر أن يحسن إلى مصري استجابة لأمر رسول الله؟ من منا فكر أن يجيب أمر رسول الله ويحسن إلى أهل مصر؟ نخرج من الباب نجد البائعين نشتري منهم لأننا نحتاج أن نشتري، أو لأنه فقير بدل أن تعطيه صدقة تشتري منه. هل فكر أحدكم أن يشتري من هذا المصري استجابا لوصية رسول الله واستجابا لأمر رسول الله فأحسنوا إلى أهلها؟ هل فكر أحد منا أن يحسن إلى جاره المصري استجابة لأمر رسول الله ولوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وصاك أبوك بجارك وقال لك بعد مماتي أوصيك بجاري هذا خيرا، ماذا ستفعل مع جارك إن أساء إليك؟ ستقول والله لن أسيء إليك بل سأحسن إليك لخاطر وصية أبيه. ما بالك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله يوصيك بأخيك المصري، هل ترعى هذه الوصية؟ هذه لفتة يجب أن ننتبه إليها. وبعد الصلاة ذكروني أن أحكي لكم قصة لشيخنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله في هذه الجملة من الحديث: فأحسنوا إلى أهلها. إلى أهلها كل أهل مصر، لا تحسن إلى المسيحي فقط، ولكن تحسن إلى المسيحي، إلى المسلم وإلى المسيحي، عفوا، لا تحسن إلى المسلم فقط، ولكن تحسن إلى كل من ينتمي إلى هذه الأرض حتى وإن اختلفت معه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد أوتي بامرأة، هذه المرأة كانت كاهنة لمعبد من معابد الفراعنة. عمرو بن العاص لما دخل مصر كان هناك النصارى وكان هناك يهود وكان هناك من يعبدون
فجيء بامرأة من هؤلاء الكهنة وكانت تدلس على الناس في الإسلام، تسيء إلى الإسلام. فسألها عمرو: أمن أهل مصر أنت؟ قالت: نعم. قال: والله لولا وصية رسول الله بالإحسان إلى أهل مصر لضربت عنقك. اذهبي إلى معبدك ولا تخرجي منه، وإن رأيتك أو رآك الجند خارجه قطعت رقبتك، ضرب عنقك. انظروا إلى عمرو بن العاص، هذه الكاهنة التي تسيء إلى الإسلام، يسألها عمرو: أمصرية أنت؟ نعم، من أهل مصر. لولا وصية رسول الله لضربت عنقك. اذهبي، ويحدد إقامتها في معبدها. فالإحسان يكون إلى كل أهل مصر ما لم يسيئوا إلى دينك. تحسن إلى كل مصري ما لم يسيء إلى دينك. فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. كلنا نعلم أهل الذمة، كلنا نعلم أهل الذمة، وكلنا نعلم ماذا تعني الذمة: العهد والميثاق والأمن والأمان. يذكر القاضي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وأرجو أن ترجعوا إليه. ليس الإمام النووي هو الوحيد الذي شرح صحيح مسلم، إنما هناك القاضي الفاضل الذي ألف مؤلفا اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم. لما يقف عند هذا الحديث يقول: ومن معاني الذمة التقدير والاحترام. من معاني كلمة الذمة التقدير والاحترام. ويقول: وهذا المعنى ليس لأحد إلا لأهل مصر. كلمة الذمة هي مقصود معروف بها العلاقة بين المسلم والمسيحي أو المسلم واليهودي، وهي العهد والميثاق والجزية وهذه الأمور. أما المعنى الذي يشرحه القاضي في كتابه المفهم بأن الذمة تعني التقدير والاحترام، يقول: وهذا خصيصة لأهل مصر. هل تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك التقدير والاحترام؟ يقول أن لأهل مصر أحسنوا إليهم لأن لهم تقديرا واحتراما. هل يتصور أحد أن رسول الله يمكن أن يقول هذا؟ هذا معنى في غاية الأهمية، هذا معنى مهم جدا جدا جدا. وسألت فيه شيخنا ابن باز رحمه الله لما كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فقال: نعم، هو معنى معتبر وصدق القاضي في هذا، أي أن لأهل مصر التقدير والاحترام. سؤال يجب على كل مصري أن يسأله لنفسه: هل أنا الذي أوصى بي رسول الله هو أنا بشكلي وهيئتي هذه المصري الذي قال النبي للمسلمين فأحسنوا إلى أهلها؟